لو حد سأل عن أهمية كتاب مقدمة ابن خلدون لدرجة إنه بقى من أهم الكتب مش بس في الثقافة العربية لكن كمان في الثقافة العالمية، هتلاقي الموضوع كبير جدا. واحد زي مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك نزل بوست وقال فيه إن قرأ ترجمة مقدمة ابن خلدون وعجبته جدا. طب ليه واحد في القرن ال21 يهتم بكتاب عربي ومكتوب في القرن ال14؟ السر في أهمية الكتاب نفسه. مقدمة ابن خلدون مش مجرد كتاب عن التاريخ، ده دليل لفهم المجتمعات والحضارات. ابن خلدون شرح فيه إن التاريخ مش بس أحداث لكن قوانين وأنماط بتتكرر وبتأثر علينا لحد النهاردة. اللي يخلي الكتاب ده مختلف إنه مناسب مع أي حد مش بس المؤرخين، أفكاره بتساعد أي شخص يفهم اللي بيحصل حوالينا. عشان كده المقدمة بقت واحدة من أهم الكتب مش بس عندنا، دي في العالم كله. ابن خلدون واحد من أهم العقول اللي طلعتها الحضارة العربية الإسلامية وليه مكانة علمية كبيرة جدا. ابن خلدون معروف بتأسيسه لعلم الاجتماع وتميزه في قراءة التاريخ وصياغة نظريات بتفسر أحداثه ومساره. اللي بيخلي الموضوع أكتر إثارة هو إن كل ده كان مستلهم من حياته الشخصية اللي قضاها متنقل بين بلاد كتير. الغريب إن نظرياته لسه لحد النهاردة بتدرس وبتتحلل بيها حاجات كتير في واقعنا الحالي. طب إيه سر الإعجاب ده وليه العرب والأجانب مهتمين؟ وإيه قصة ابن خلدون ومقدمته اللي اشتهرت بشكل كبير؟ عبد الرحمن ابن خلدون اللي كان بيلقب بولي الدين اتولد في تونس. طفولته كانت في بيت والده اللي كان بيت علم وهو بينتمي لأسرة عربية أصولها من اليمن، لكن نزحه من إشبيلية وقت سقوط الأندلس. بيته كان ليه طابع سياسي، عيلته كانت في مناصب سياسية ودينية كبيرة جدا، بس والده قرر يبعد عن السياسة ويركز في التعليم، وبرضه كان محافظ على مكانة اجتماعية مرموقة. ابن خلدون بدأ دراسته بدري وكان والده هو أول مدرس ليه، وبعدها كمل على إيد أساتذة تونس. اتفتح فكره أكتر وهو في وسط العلماء، وكان من أبرزهم أبو عبد الله الآبلي اللي ابن خلدون اتكلم عنه بإعجاب كبير. بعد كده كمل تعليمه في جامع الزيتونة اللي كان مركز علمه مهم جدا. المميز في ابن خلدون إنه كان مختلف عن باقي اللي حواليه. ابن خلدون عاش في وقت كان فيه شمس الحضارة الإسلامية بدأت تغيب والأوضاع كانت بتتدهور. العالم الإسلامي كان بيعاني من كوارث كتير زي هجمات التتار وتراجع حكم المسلمين في الأندلس والحروب اللي قامت بين الحكام والفتن اللي انتشرت بين الأمراء. وبعد كده الطاعون جه وانتشر كتير في مناطق مختلفة. بدأ ابن خلدون يكتب ويألف بدري، لكن أشهر كتاب ليه كان المقدمة. الكتاب ده أخد مكانة كبيرة جدا لأنه كان بيعالج الظواهر الاجتماعية اللي سماها وقاعات العمران البشري. ابن خلدون اتكلم فيها عن حضارات وممالك كتير وتعرض القوى السياسية والمدن والقرى والفنون والعلوم، ومن خلال الكتاب ده حلل الظواهر اللي بتشارك في تكوين المجتمع الإنساني بشكل معقد. واحدة من أهم الأفكار اللي طرحها ابن خلدون كانت نظرية بتظهر التكامل بين ما هو روحي وما هو مادي. كان بيشرح طبائع العمران اللي بتفرضها الحياة البشرية وما تقرره المشيئة الإلهية. حاول كمان يخضع كل الظواهر العمرانية للدراسة والتحليل العقلي. من الحاجات اللي اتميز بيها ابن خلدون إنه شاف إن الدول ليها أعمار طبيعية زي البشر، وقال إنها بتتحدد بثلاث أجيال. أول جيل هو جيل العناية والبناء، عايشين حياة شاقة وصعبة زي البدو متعودين على الكفاح والخشونة. بعد كده بيجي جيل الاستبداد بالحكم اللي بيعيش في راحة ونعيم، وفي النهاية بيظهر الطرف اللي بتنتجه الحضارة واللي شايف إنه بيكون بداية سقوط الدولة ونهاية العمران. الحقيقة إن نظرية ابن خلدون عن أعمار الدول واتجاهها للطرف كعلامة للسقوط لسه بتعتبر من النظريات اللي بتتحلل وتدرس في علوم الاجتماع والسياسة لحد النهاردة. ابن خلدون اتكلم عن الحكام وطبيعة حكمهم وإدارتهم. كان شايف إن لما الحكام ينفردوا بالمجد ويبقوا عايشين في طرف وراحة، الدولة بتدخل في مرحلة الشيخوخة وبتبدأ تنهار. اللي ميز ابن خلدون إنه ما كانش مجرد ملاحظ بينقل اللي بيشوفه على الورق، لكنه حاول يفسر اللي كان بيحصل في عصره خلال تجربته الشخصية. كتير من الباحثين كانوا شايفين إن ابن خلدون استلهم أفكاره من تجربته في السياسة. بعض الدراسات وصفته إن كان طموحه السياسي عالي وكان دايما بيدور على المناصب الرفيعة، بس رغم الانتقادات دي المؤكد إنه قضى سنين طويلة في قصور الملوك والأمراء والولاة، وده خلاه يتعرف عن قرب على حياة الطرف والحضارة وأسلوب إدارة الحكم. ابن خلدون اشتغل في بلاد تونس وكان موظف عند سلطان المغرب في فاس، وكمان كان سفير ومبعوث لإمارات الأندلس، ده غير إنه اشتغل حاجب عند أمير بجاية، ولما راح مصر بقى قاضي من قضاة الملكية هناك. مش بس كده، كمان ابن خلدون عاش برضه سنين وسط البدو، وده خلاه يشوف بنفسه حياة البدو وطباع أهلها وقارنها بحياة المدن والعواصم. من الحاجات اللي توصل ليها ابن خلدون إن العمران البدوي هو الأساس للعمران الحضري، وكان بيستخدم مصطلحات زي خشونة البداوة ورقة الحضارة عشان يوصف الفرق الكبير بين حياة البدو وحياة الناس في المدن. في نفس الوقت ابن خلدون ما كانش بعيد عن المؤامرات وتعرض ليها أكتر من مرة، خصوصا في حياته السياسية. ده خلى شخصيته وأفكاره تتشكل بشكل أعمق وخلى كتاباته تكون قريبة من الواقع اللي عاشه.
عاشوا ابن خلدون قرر يسيب تونس وبلاد المغرب ويروح مصر عشان يستقر هناك. عاش تحت حكم السلطان برقوق اللي عينه قاضي قضاة للمذهب المالكي زي ما قلنا من شويه، وكان ليه مكانه كبيره جدا خصوصا بحلقته العلميه اللي كانت في الجامع الازهر. واحده من اهم المحطات في حياه ابن خلدون في المشرق كانت مقابلته مع الملك المغولي تيمور لينك اللي كان بيغزو اجزاء كبيره من العالم الاسلامي وقتها. تيمور لينك طلب منه وصف دقيق ومفصل لشمال افريقيا، وده كان دليل على مكانه ابن خلدون العلميه. نظريات ابن خلدون وسهاماته الفكريه فضلت دايما محط اهتمام الباحثين خصوصا في الغرب. الباحثين الغربيين ترجموا اعماله لغات كتير وكان ليه تاثير كبير هناك. المؤرخ البريطاني ارنولد توينبي وصفه بانه الراجل الذي ادرك وصور وانشا فلسفه التاريخ، ويعتبر مقدمته واحده من اعظم الاعمال اللي انتجها اي عقل في اي زمان واي مكان. الاهتمام بافكار ابن خلدون بيزيد كل ما المنطقه العربيه تمر باحداث كبيره، خصوصا لما يكون الموضوع عن الدول ومساراتها او مفهوم العصبيه اللي ابن خلدون استخدمه لحل المشاكل اللي بتمر بيها الدول حسب سير احداث التاريخ الاسلامي. في النهايه ابن خلدون توفى في القاهره ودفن هناك، لكن افكاره لسه حيه ومرجع كبير للباحثين اللي بيحاولوا يفسروا اوضاعنا السياسيه والاجتماعيه النهارده. واخيرا وليس اخرا، دي حلقه صغيره عن ابن خلدون، وهننزل قريب بحلقه عن المقدمه ان شاء الله.